ما يدور الآن في الساحة وما قد يحسبه البعض منا أنه يفت في عضد الأمة باستشهاد محمد الضيف وأقرانه من أبطال المجاهدين، فهو قائد الأركان، أشرع سيفه ورمحه في وجوه الأعداء منذ نعومة أظفاره، ولكنه نزل ضيفا على أكرم الأكرمين. ولئن كان حمزة بن عبد المطلب سيدا للشهداء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإني أعد محمد الضيف سيدا لشهداء أهل غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، المجاهد الأعظم والرسول الأكرم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى، وراقبوه مراقبة من يخشى. واعلموا رحمكم الله يا حماة الإسلام وحراس العقيدة أن الله سبحانه وتعالى قد حثكم وحضكم على الإعداد لأعدائكم، فقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي إذا مالوا هم إلى السلم إلى المهادنة. وإن جنحوا، وصدرت الآية بإن وليست بإذ، إذ إن فيها احتمالية الجنوح وعدمه. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا خيانتك، في هذه إشارة إلى نقض عهودهم. قد يقولون بألسنتهم معاهدين ولكنهم يخونون. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم عباد الله، كان الأمر في صدر الإسلام متوجها إلى المسلم أن يقابل 10 من الكفار، وعندما شق ذلك على المسلمين خفف الله عنهم في أن يقابل الفرد 2 من الكفار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه هي القاعدة. طيب، ما يدور الآن في الساحة وما قد يحسبه البعض منا أنه يفت في عضد الأمة باستشهاد محمد الضيف وأقرانه من أبطال المجاهدين، فهو قائد الأركان أشرع سيفه ورمحه في وجوه الأعداء منذ نعومة أظفاره، ولكنه نزل ضيفا على أكرم الأكرمين. ولئن كان حمزة بن عبد المطلب سيدا للشهداء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإني أعد محمد الضيف سيدا لشهداء أهل غزة. وركب الجهاد لا يبنى على فرد ولا على أفراد، إنما الجهاد ماض إلى يوم القيامة ولو تحزبت الأحزاب. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا حال وشأن المؤمنين، هم في جهاد مستمر، ومهما حاول الأعداء بشتى الطرق والتوجهات فلن يفلحوا أبدا ما دام المؤمنون مع الله سبحانه وتعالى بقوة إيمانهم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار أي شخصت من شدة الخوف وبلغت القلوب الحناجر، طارت من مكانها إلى أن بلغت الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا ابتلاء، هذا تمحيص. من يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله فهذا في أعلى رتبة. ثم تأتي رتبة المال، والمال يا عباد الله بذله في سبل الخير ليس بالهين. فلو نظرتم إلى سورة واحدة من سور كتاب الله إلى سورة البقرة المباركة لوجدتم أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالآية الكريمة 261 يخاطبكم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المضاعفة التي ذكرت إلى 700 ضعف. ثم قال الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء بحسب صدقه ونيته وقوة اعتقاده. ثم إن الله سبحانه وتعالى أردف هذه الآية ب7 آيات كلها تنص على الإنفاق والبذل في سبيل الله. ثم فصل بآية واحدة
وذكر بعد ذلك 5 آيات في الإنفاق في سبيل الله، ختمها بقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنفاق المال. ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جهاد بالأموال والأنفس. وقال سبحانه: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فإنفاق المال في سبيل الله، وإن اختلف أهل العلم في بعض المواضع في سبيل الله هل هي مطلقا في أي وجه من وجوه الخير، لكنها غالبا ما تنص على الجهاد في سبيل الله. فأين المضحون؟ أين المنفقون؟ غرتنا الدنيا، كثير منا يسارع إلى الربا ليبني بيتا فاخرا ليباهي به السفهاء، وليأخذ سيارة فارهة ليماري بها السفهاء والجهلة وعباد الدنيا. شبابنا نحسن فيهم الظن، لكن من باب التنبيه نقول: أين الإخشيشان والإخشيشاب والتمعدن في شبابنا؟ ما كان يعباه سلفنا الصالح في النساء نحن لا نأباه في الذكور. ما يسمى بالكوافير وهو مشتق من الكفر وصل إلى شبابنا، إلى ذكورنا، لا أقول إلى رجالنا حاشا، وصل إلى ذكورنا. وإن قلت لأحدهم: فرق لي عسكريا بين سلاح وآخر، أو ماذا تعرف عن هذا السلاح؟ لا يعرف شيئا عنه. وبعض حتى العسكريين ربما أيضا ينسون ما يدرسونه من كثرة اللهو واللعب. والرجل عليه أن يكون فطنا مراعيا لأمور الرجولة خاصة في هذا الزمان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وابن ماجه وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه يخطب. عقبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفي حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو يشتغل به الرجل، انظروا إلى الحديث، الرجل ما الذكر، كل لهو يشتغل به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله. عجبا، وصل الشباب إلى هذا المستوى. من لم يصل إلى هذا المستوى وصل إلى الهراش على الدنيا وزخرفها ونسي الآخرة وابتعد كل البعد، بل كثير من شبابنا الآن دخلوا في مجال الشعوذة، لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، يصلون كلال ليلهم بكلال نهارهم في البحث والتنقيب عما يعثرون به الناس. عجبا عجابا، الأشياء التي كانت مستورة في الزمن الماضي أصبحت مكشوفة الآن في الشبكة، والشباب يهرعون ويكرعون وما دروا أنهم في مقت الله وغضبه ولعنته وسخطه. هذا المسلم حرام، هذا المسلم حرام. فلماذا كل هذا؟ هل نسينا الدار الآخرة؟ هل تقهقرنا عن أمر ربنا وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل نظرنا إلى بلدنا هذه التي كانت مضرب المثل في كل شيء، في أخلاق أهلها وصفاتهم، بمدارسهم، بكل شيء، ومضرب المثل بتدفق الينبوع هذا الفلك العظيم، ومضرب المثل بثمارها وخيراتها؟ هل سألنا أنفسنا لماذا وصلنا إلى هذا الحال، إلى قحط شديد وغور في المياه وما شابه؟ هل لا تساءلنا؟ هل لا راجعنا أنفسنا؟ هل لا نصح بعضنا البعض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خير خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لننظر بعين تمحيص إلى ما يقوم به إخوانكم في غزة العزة، في فلسطين الأرض المقدسة، حول الأقصى المبارك الذي باركنا حوله. نص قرآني، فهو مبارك معنويا وحسيا. مبارك معنويا إذ كان موئلا للأنبياء والمرسلين، ومبارك حسيا بما حوله من تدفق الأنهار والثمار. فأين النخوة؟ وأين الرجولة؟ وأين الشهامة؟ ضاعت فتوة الشباب في اللهو واللعب، وانحنى أهل المشيب
على الباطل والخنا إلا من رحم ربك. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينصر إلا من نصره، ولا يستجيب إلا لمن اتقاه، ولا يتقبل إلا من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، أداة حصر، ما أداة حصر، إنما يتقبل الله من المتقين. والشهداء الذين يودعونكم يقولون لكم كونوا من خلفنا أباتا كماتا سراه لا تخشون في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أهل الكفاية هو الله سبحانه، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كل الكفاية عند الله، كل الوقاية عند الله، كل النصر من عند الله. فلا يحسبن أحد بأنه سينتصر بمخالفته لله وببعده عن شرع الله وبإفساده في هذه الأرض. كثير من الناس الآن استهواهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الآن كثير من الناس يأبى أن تقول له اتق الله في كذا، يأبى. فحكمه هذا الحكم القرآني. الواجب على المسلم أن يفرح بنصيحة أخيه له، أن يستقبلها بكل سرور ورضا. فمن كان كذلك كان من أولياء الله وأصفياء الله وخيرة خلق الله، ومن كان غير ذلك انطبق عليه الحكم في الآية والعياذ بالله. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل ضلالة هدى ومن كل عسر يسرا وإلى كل خير سبيلا. اللهم ذا الجلال والإكرام أنزل السكينة والنصر والراحة والطمأنينة على إخواننا المجاهدين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم
واشف مرضاهم وجرحاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، واردد كيد أعدائهم في نحورهم يا من على كل شيء قدير. اللهم ذا الجلال والإكرام نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا. اللهم كما نصرت نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر ويوم الأحزاب، فانصر فلول عبادك المؤمنين الصادقين الصالحين المجاهدين في سبيلك في شتى بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا من على كل شيء قدير. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيد بالحق يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وذكروا الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.